العربية الصحراوية بيانا تندد فيه بالخطاب الذي ألقاه عشية أمس ملك المغرب محمد السادس بمناسبة مرور 38 سنة على غزو المملكة المغربية لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية. وقالت الوزارة أن محمد السادس يؤكد إرادة صريحة للاستمرار في إدارة الظهر لجهود الأمم المتحدة والرمية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي. كما أن الخطاب جاء مشحونا بلغة تهجمية وعدوانية وكذلك اتهامات لا أساس لها من الصحة في حق دول ومنظمات دولية لمجرد دفاعها المبدئي، يقول نفس البيان. مقارنة بسيطة بين حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وحقوق الإنسان في الأراضي المحررة ومخيمات اللاجئين تظهر ازدواجية خطاب المغرب ومزايداته، خاصة بعد طلب الجزائر توسيع آليات حماية حقوق الإنسان في ندوة أبوجا. تقرير ياسر العربي. ومن يريد المزايدة على المغرب فعليه أن يهبط إلى تندوف ويتابع ما تشهده عدد من المناطق المجاورة من خروقات لأبسط حقوق الإنسان. يعي الملك ما يقول أم أن الأمور اختلطت على المغرب حتى أصبح لا يفرق بين الأراضي المحتلة المغلقة التي يمارس عليها كل أنواع القمع والتعذيب ومخيمات اللاجئين المفتوحة والتي ينعم سكانها بكل الحقوق؟ نحن كشباب نتحدى الملك المغرب ونتحدى الشرفاء المغاربة يعني يفتحوا المنطقة المدن المحتلة أمام الوسائل الإعلام، أمام كل الهيئات الحقوقية، في الوقت اللي هي إلى الآن مفتوحة فيما يخص يعني مخيمات اللاجئين أمام كل يعني من أراد زيارة المخيمات في أي وقت. لا يوجد تفسير لخطاب الملك سوى أنه مزايدة ومحاولة في الوقت بدل الضائع للرد على ندوة أبوجا التي أعطت دفعة قوية لكفاح الشعب الصحراوي. يريد يعني حقيقة التضليل على يعني نتائج ندوة أبوجا اللي حقيقة يعني كانت هي توجه جديد لإفريقيا في إطار يعني البعد التضامني من أجل يعني تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، ولكن أيضا هو في إطار يعني محاولة الضغط على الحلفاء الصحراء الغربية لعدم مطالبة مجلس الأمن بإيجاد آلية أممية تعنى بمراقبة حقوق الإنسان في موضوع الصحراء الغربية. وعلى ما يبدو فإن غض ملك المغرب الطرف على الاعتداء الذي مس القنصلية الوطنية بالدار البيضاء محاولة لتبييض صورة المملكة بعد طلب الجزائر اعتذارا رسميا ولجنة تحقيق مغربية جزائرية. فهل ستقبل المملكة بهذا الطلب أم أنها ستخطئ مرة أخرى؟ بعد الخطاب المعادي للجزائر والذي ألقاه ملك المغرب محمد السادس ليلة أمس، وصلت صحافة المغرب التطبيل لملكهم متحاشية كل التساؤلات السابقة حول آخر اعتداء على القنصلية الجزائرية في المغرب. محمود حمر. بثروة متجددة وهي موارد. على عكس ما كان ينتظره المتتبعون وخاصة الجزائريين من الخطاب الأخير الذي ألقاه ملك المغرب محمد السادس تخص اعتذارات على الأقل، لكن الملك أو ما يسمونه أمير المؤمنين استعمل هذه المرة خطابا ناريا وتهجميا على الجزائر وبعيدا كامل البعد عن أخلاقيات السياسة. وكالعادة صحافة البلاط المغربية ترقص على ألحان حقوق الإنسان، فصحيفة هايس بريس الحقود على الجزائر شعبا ورئيسا أشادت بكلمة محمد السادس واعتبرتها بأنها ردا على بوتفليقة والجزائر. صاحب جلالتهم كما ذكر في صحيفة شعب بريس وبالبند العريض كشف لأول مرة الأسباب الكامنة وراء بعض المواقف المعادية للمغرب من طرف الدول المجاورة التي تتجاهل ما حققته المملكة المغربية في مجال الحقوق والحريات، ولا محال أن السهام موجهة للجزائر. عناوين أخرى زكت مدحت رقصت لمضمون الخطاب واصفة إياه بالسام على غرار صحيفة ماروكو بريس، ليبقى المخزن وصحافة البلاط دائما تبين كرهها الشديد للجزائر. ومن بروكسل العاصمة البلجيكية تحصل تلفزيون النهار على مشاهد احتجاج الجالية المغربية هناك تزامنا وما يسمى بالمسيرة الخضراء
المحتجون المغاربة طالبوا بفتح الحدود مع الجزائر، كما حضر ممثلون عن الجالية اليهودية المغربية في بلجيكا، والذين أشادوا بتعامل المسؤولين المغاربة مع اليهود، وطالبين بضرورة عودة يهود الجزائر، وداعين السلطات الجزائرية إلى فتح الأبواب لهم على غرار ما يفعله المغرب، وهو ما يبرز الدور الذي يلعبه اليهود في قضية النزاع حول الصحراء الغربية. نحن متسامحين مع الشعب الجزائري والشعب المغربي شعب واحد، إنما الجزائر والمغرب ليس هناك حدود، ولهذا نطلب لإخواننا حكام وجنرالات في الجزائر أن يتعاطوا بالثور مع إخوانهم المغاربة. ستكون الحدود ما بيننا حدود ما بين الجزائر والمغرب. الحدود يحتاج تحل على قيمات حنا كنحبوا حتى الجزائر، وكانوا اليهود هنا والمغرب ديالنا، وحداش هذاك العلاقه ديال اليهود والمغاربه يحتاج يكون حتى في الجزائر، ويخليو يدخلوا اليهود والجزائر على قيمه إريكو ماشاش وبرول، يحتاج يدخلوا البلاد ديالهم، يحتاج يقبضوا ليكزوم ديال المغرب كيفاش تيقبضوا اليهود كيفاش تيفرحوا فيهم. الجزائريين لي بوليتيسيان il faut que vous appreniez comment faire la politique avec les Marocains, parce que la politique marocaine c'est la meilleure au monde entier. تفيد آخر التقديرات أن عدد اليهود المغاربة في تزايد مستمر، حيث وصلت الحصيلة إلى 20,000 يهودي يتوزعون في المدن المغربية الرئيسية، وبالذات في مدينة الدار البيضاء. ولليهود في المغرب نشاط كبير سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي، ولكن النشاط الأكبر هو محاولة الدعوة وكذلك نشر اليهودية في الجزائر. محمود حمر والتفاصيل. لا تزال المنظمات والجمعيات اليهودية الناشطة في المغرب تصنع معالم السياسة العدائية للمغرب اتجاه الجزائر، حيث تشير آخر الإحصائيات عن وجود متزايد لليهود في المدن المغربية التي تحتوي على هيئات دينية مقدرة ب33 معبدا يهوديا في العديد من المدن المغربية. اللوبي صهيوني يعاون اللوبي مغربي، على بالك المغرب مع إسرائيل عندهم يعني كما يقولوا دي ليان هيستوريك، ماهيش كما الجزائر ما عندها اي علاقه، وما عندهم علاقه، ويعني لي سيرفيس كما يقولوا تاع الاجهزه السكري يخدموا مع الموساد، يخدموا مع الاجهزه المغربيه، المخابرات يخدموا مع يكولابور، عكس الجزائر. كما يتمتع اليهود في المغرب بعلاقات طيبة سواء مع السلطات الرسمية أو مع المغاربة المسلمين، بل ويحتل بعض منهم مواقع هامة في دواليب الدولة المغربية، مثل أندري أزولاي المتحصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة بن غوريون الإسرائيلية، الذي يشغل منصب مستشار الملك محمد السادس، والذي نصبه على أساس كسب ود الطائفة اليهودية. اللوبي جويف بصفة يعني التحالف تاع اليهود ربما مش صهيوني، وهذا شيء طبيعي يعني يدخلوا المغرب يستقبلوهم، عندهم لي فيلا تاعهم، عندهم دوبل باسبور، دوبل ناسيوناليتي، دوبل. فبعد الانتهاكات في الصحراء وحادثة تدنيس العلم، زد على ذلك يبحثون عن نشر اليهودية في الجزائر، بين قوسين من أنتم؟ أكد مسؤول جزائري في تصريح لتلفزيون النهار أن خطاب محمد السادس بمناسبة الذكرى 38 للمسيرة الخضراء هو رسالة واضحة لخصها في خطاب بأن بلاده في وضع يرثى له، خاصة بعد تخلي شركائها الغربيين عنها. أما فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان، أضاف المسؤول المغرب لا يمكنه مواصلة ممارسة القمع وانتهاكاته في الصحراء الغربية، خاصة وأن بعثة حقوق الإنسان ستخرج بتقرير عن الأوضاع في الصحراء الغربية. ووصف المسؤول الأحداث الأخيرة بين المغرب والجزائر بالاندفاع المتهور من طرف المملكة المغربية التي تعيش حالة هستيريا وإيرادات دفعت الكرة للجزائر. موضوع آخر الآن، حيث فيما يخص